حالة انك ما شفتش حاجة حلوة النهاردة تعالى اوريك. حبيت والله، اقسم بالله حبيت. صورة حلوة، صورة جميلة. اللي اتفرج على صور تدريبات نادي الزمالك النهارده اللي نزلت على الصفحة الرسمية او البيج بقى الرسمية على الفيسبوك وكل منصات التواصل الاجتماعي، تحس ان في روح مختلفة، في شكل مختلف. ظهور الامبراطور حازم امام في التدريب خلى في نوع من الحلويات في التدريب. تدريب حلو. اللي اتفرج على حازم وهو بيلعب كورة هيعرف انا بتكلم في ايه. حازم وهو في الملعب كان لعيب يرقص اي حد. في التمرين النهارده وجوده خلى في نوع من انواع الروح الحلوه الجميله كده. شوف زيزو بيضحك ازاي. زيزو بقالنا فتره ما شفناش بيضحك الضحكه دي. ان شاء الله زيزو يستمر معانا ويقعد يكمل ابداعاته وسحره معانا ان شاء الله الفتره الجايه. مهما كان مش ده زيزو اللي احنا عارفينه، لكن في دوشه كتير حواليه. ان شاء الله وجود ميدو وحازم امام يخلوا الامور تستقر وكل حاجه ترجع لوضعها الطبيعي في الزمالك، والزمالك يقف على رجليه بولاده مش بحد تاني. فبجد النهارده صور حازم في التدريبات كانت جميله جدا، ابرزهم الصوره دي. الصوره دي انا بفتح الفيسبوك فرحت اتبسطت. حاجه حلوه. ان شاء الله الزمالك يكون في الافضل والقادم يبقى افضل باذن الله. صوره برضو مع عبد الله السعيد وكلام وعبد الله فرحان ومبسوط. يعني حازم قيمه كبيره، حازم قيمه كبيره. كان لازم يكون ليه دور في الزمالك حازم. ما كانش ينفع ان حازم يبعد عن الزمالك خالص. لازم حازم يرجع، وبرجوع حازم للزمالك هيلم حاجات كتير قوي، هيصلح حاجات كتير قوي كانت مش مظبوطه. اللي المجلس بوظ، المجلس ده والمجلس اللي قبله وكل المجالس بتبوظ حاجات كتير جدا. لكن ولاد الزمالك الحقيقيين اللي بيشتغلوا بدون مصلحه هم اللي هيجوا يشتغلوا صح وهيبنوا صح وهيشتغلوا من اجل نادي الزمالك، مش من اجل اي مصلحه شخصيه او اي حاجه تانية. زي ما عرفنا ان ميدو وحازم امام رفضوا ياخدوا اي جنيه مقابل ان هم يشتغلوا او يبقوا موجودين في لجنه الكوره في الزمالك. صوره حازم وشيكا ايه، حاجه تاريخيه. شيكا في بداياته عمل اسيست لحازم في ماتش في الدوري كان حلو، اتلعبت بالعرض سندها له برجله كده وحازم حطها فيرست تايم، كان جون جامد يعني. فاساطير يا جماعه، اساطير والله. ان شاء الله متفائلين بالفتره الجايه في الزمالك، متفائلين بشكل كبير باذن الله. معانا مدير فني محترم بزيرو. بزيرو لو الناس شافت الفيديو الاول لما انا اتكلمت الزمالك هيجيب بزيرو واتكلمت عن بزيرو نفسه، عنده مرونه تكتيكيه رهيبه. يقدر يقلب الطريقه في الماتش كذا مره. يقدر يلعب لك 3 4 3، يقدر يلعب لك 4 3 3. بيغير الطريقه والتكتكس والاسلوب بشكل اكثر من رائع. مدرب شخصيته قويه، مدرب اشتغل في اماكن كتير، يمكن سي في قليل بطولات لكن درب في اماكن كتير وعنده خبرات كتيره جدا. وان شاء الله يعني شفناه في مباراه الاهلي الدنيا كانت عامله ازاي، قدر يقلب الماتش في ثواني. مدرب محترم يبقى عنده فكر كبير ان شاء الله اللعيبه تستفاد ويقدر ينقل الزمالك لحته تانية. حد هيقول لي بعد ما ينقل الزمالك لحته تانية هيجي له عرض من السعوديه. يا عم مش مهم، يجيب لنا بطوله ولا اتنين وبعد كده يروح. يا عم يروح اي حته ان شاء الله نجيب غيره. احنا اللي بنصنع النجوم، مفيش حد تاني بيصنع نجوم ولا مدربين ولا اي حاجه. احنا اللي بنعمل كل ده. تخيلي كده الزمالك لو رجع 4 3 3، عواد، صلاح الدين مصدق وحسام عبد المجيد ده يمين وده شمال، عمر جابر يمين، محمود بنتايج شمال، محمود جهاد ومحمد شحاته في نص الملعب، عبد الله السعيد قدامهم، زيزو والجفالي وناصر منسي. تشكيل رائع جدا. حد يقول لي ناصر ماهر، يقول لك ناصر ماهر يبقى موجود معاهم الشوط الثاني ينزل. ناصر بيبقى احيانا عنده المجهود البدني في مشكله وبيتصاب كتير، ممكن تحط ناصر مكان الجفالي وجفالي يلعب وهكذا. هيبقى عندك تقدر تغير وتعمل حاجات كثيره جدا في التشكيل. مع رجوع احمد حمدي هيبقى اضافه، مع وجود شيكابالا ايضا اضافه، مع وجود شلبي يبقى تغييره. هيبقى عندك بدايل ويبقى عندك الامور ماشيه بشكل افضل وبشكل جيد للفترات القادمه باذن الله. قبل ما انسى طبعا عندنا كابتن ايمن عبد العزيز، شخصيه ايضا قويه، هيسيطر على اوضه اللبس بشكل كبير، هيعاون الراجل، هيشتغل مع الراجل. ايمن احترف شويه في تركيا وعنده خبرات كبيره. ان شاء الله ايمن نستفاد بيه بشكل كبير لانه واحد من الكوادر الزملكاويه المحترمه اللي موجوده في مجال الرياضه المصريه. بالتوفيق للزمالك في القادم باذن الله. قسما بالله صوره حكايه، قسما بالله حبيت والله.